هتطلع لك واحده كده تقول لك ما توديش ابنك حضانه. حضانه ايه وقرف ايه؟ احنا ناقصين مرض؟ خلي الواد قاعد جنبك في البيت كده يشبع منك، ده عيل صغير لسه صغير، خليه معاكي. ما تسمعيش كلام الست دي ابدا. الاطفال من سن 2 ل3 سنين لازم نهيئهم يروحوا الحضانه. ليه بقى؟ عشان في شويه حاجات لازم الاطفال يتعلموها من الحضانه. الحاجات دي عمر الاطفال ما يتعلموها وهم قاعد جنبك في البيت كده ما بيعملش حاجه. زي ايه؟ زي ان هو يكتسب ثقه في نفسه، يعرف كده يبقى واثق في نفسه ويعرف يتعامل مع اللي حواليه. كمان ان هو يقدر يكون علاقات اجتماعيه، يتعامل مع ناس تانية غيرك ومع اطفال زيه. كمان ان هو يعتمد على نفسه، لما يكون جعان عطشان عايز يدخل الحمام يعرف يقول انا عايز الحاجات دي ويعرف يعملها كمان بنفسه. فلازم تودي العيال الحضانه. لكل ست بتشتغل او مضطره تودي ابنها او بنتها الحضانه قبل 2 لازم تكون عارفه ال4 حاجات دي موجوده في الحضانه ولا لا. لو ال4 حاجات اللي هقولك عليهم دول مش موجودين في الحضانه فما توديش ابنك او بنتك الحضانه اصلا. ايه هم ال4 حاجات دي؟ اول حاجه تكون الحضانه فيها كاميرات مراقبه، لازم يكون عينك على عيالك 24 ساعه، عارفه بيتعمل فيهم ايه بالظبط ومراقباهم بيحصل لهم ايه. تاني حاجه ان يكون الحضانه دي فيها تهويه جيده، يعني ما تكونش في حته مخنوقه ومكتومه ومش داخل فيها اي هوا العيال هيعيوا منك على طول. تالت حاجه بقى يكون فيها اشراف طبي، لا قدر الله الطفل حصل له اي حاجه حد يقدر يتعامل معاه ويحل الموضوع على طول. رابع حاجه تكون فيها ارضيات ضد الصدمات، لو وقع اتعور بيجري عمل اي حاجه الارض ما تعوروش وما يتبهدلش منه.